ايش القصة اللي صايرة بين مكس وضحى وانتشرت كثير اخبار عليهم وكثير ناس صارت تحكي عن الموضوع. اليوم بدنا نحكي عن القصة اللي بينهم. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. ميكس وضحى انشهروا من خلال لايفات التيك توك وتعرفوا على بعض في تيك توك، وميكس خطب ضحى وتزوجها واجت على الاردن، وصار لهم سنة متزوجين. والموضوع اللي صاير جديد انه ميكس وضحى لغوا متابعة بعض على الانستغرام، وصار في تلميحات من ضحى على السناب شات: لما زوجك يشوفك طالعة من البيت وزعلانة وبيفتح لايف مع بنات ولا هامه، وبعدين بيحكوا لي بيحبك، هاي الحياة اللي ما بتشوفوها وعمري ما حكيت عليها. وبعدها ضحى حكت بس شوي وراح اطلع احكي كثير كلام واشياء سكتت عليها وظلمت حالي فيها. وفي متابعة كاتبة لضحى: امسح الستوري عشان الناس ما تشمت فيكي. وضحى صارت تحكي: اذا راح اسكت عشان ارضي ناس مستحيل، خلص لازم احكي كل اشي. واحنا كمتابعين سوشيال ميديا اغلبنا بيحكي انه دراما وتمثيل عشان عملوا هيك قبل هاي المرة، وفي ناس كثير في يوتيوب برضو عملوا نفس الاشي عشان المشاهدات. وضحى نزلت ستوري موضح فيه انه مسافرة، وضحى كانت مسافرة لتونس بدون ميكس، ونزل ميكس ستوري كتب فيه: انا بخير يا جماعة والامور تمام، بس عندي كم شغلة بخلصها، ادعوا لي دعوة حلوة وان شاء الله الامور تمام. والموضوع لحد الان زي هيك، ضحى زعلانة وميكس بيحكي زي هيك. ونشرت اخت ضحى ستوري في انستغرام، فيديو بيجمع ميكس وضحى، يعني شكل الامور بينهم بتنحل اذا كان في مشكلة جدية طبعا. والناس لما شافت ميكس هادي وشافت هيك ستوريات صارت تحكي انها دراما. وطلعت ضحى في بث مباشر وبتحكي انه ما راح تترك السوشيال ميديا والحياة فيها مشاكل. وضحى طلعت بث على تيك توك وسألها شخص عن ميكس، وصارت تحكي بدون أسئلة وما بعرف وين ميكس. عن مكس بس وينه؟ بدون أسئلة عاد، ما خلينا نلعب جولات بدون أسئلة. لا بس هو يعني وينه بس؟ ما بعرف، أنا في تونس. وميكس طلع وصار يحكي انه حاول كثير يكمل مع ضحى بس ما قدر وكل اشي نصيب. ستوري للمتابعين اللي بلشوا معي من بداياتي لليوم، بدي اقول لك كلمتين: الحياة بشكل عام، الحب نصيب، والزواج نصيب، والطلاق نصيب، كل اشي بالحياة نصيب. عملنا المستحيل انه ضحى حاولنا انه نقدر نكمل الحياة، خلص رب العالمين مش كاتب انه نكمل الحياة. بالعكس والله انا بحبها كثير وبحترمها كثير وراح اضل احبها عادي، يعني الامور طيبة، بس رب العالمين كاتب انه ما نقدرش نكمل مع بعض بس. وميكس بعد مدة بسيطة من نشر الستوري حذفه، والناس زاد شكها انه الموضوع كذب. وميكس صار ينشر اعلانات وما حكى على موضوع ضحى. وضحى نزلت ستوري كتبت فيه: يا جماعة انا والله ما بحب اتطلق ولا ابعد، وبحبه بس هو الله يهديه ويهدي الناس اللي جنبه، وخلص اللي بيحب يبعد الله معه. وضحى وضحت انها ما بدها تتطلق، بس في مشاكل من الناس يلي جنب ميكس، ممكن يكونوا اهله. ورجعت ضحى كتبت: حكيت حتى ما تكتبوا لي ارجعي واهدي، انا والله عملت كل يلي علي، الموضوع مش بايدي خلص. ضحى برضو صارت تحكي انه ميكس بيطلع بث مع بنات على تيك توك، يعني ضحى لقت ميكس في المسجد مثلا، نفس الاشي تعرفوا على بعض من تيك توك. من البداية صاروا يحكوا ما بدهم ينشروا عن الموضوع، ولحد الان بينشروا على بعض. وهيك وصلت لنهاية فيديو اليوم. اشترك في القناة واعطيني لايك للفيديو. كان معاكم الباشا، سلام.